السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم محبين البتنجان والبطاطس، أنا هاحضّر معاكم طريقة بسيطة وسهلة جدًا البتنجان. عندي هنا 2 بتنجان وسط، هاثقّبهم بهذه الطريقة وأحطّهم في الفرن محمّى مسبقًا حتى يتشووا معانا ويستووا. يصيروا بهذه الطريقة ونخلّيهم لمّا يبردوا نقشّرهم بكل سهولة. ممكن نشويهم على الفحم أو على نحط شياطة كده على على الغاز ويتشووا، يصير مذاقهم ألذ وأحسن، زي طريقة تحضير الباباغنوج. في يوم إن شاء الله هنحضّر معاكم الطريقة هذه. هنا عندي 4 بطاطسايات و1 بصل و500 جرام من الجبنة فيتا أو 3 معالق 4 وحطيتهم في الكبة. هازوّد معاهم 4 ملاعق من طحينة و2 ملاعق من الخل أبيض، ونُص راس ملعقة من الفلفل الأسود، وراس ملعقة صغيرة من التوم. طبعًا الملح نضبّطها نطحن المكونات كلّها في الكبّة لحتى تصير كده معانا لينة ومثل شكل وقوام بابا غنوج. وحطيت هنا البطاطس مع شوية سمنة وزيت زيتون، شويتهم حتى استووا، وحطيت معاهم بس شوية ملح وفلفل أسود. خلاص اتشووا معانا. وفي نفس الطاسة شِلت البطاطس وحطيت ملعقة سمنة وشوية زيت زيتون، وهاحط هنا البصل المفروم. نخلّيه يتشوّح شوية مع شوية ملح بس في الأول، خلّيه يعني ينزل معانا عشان طبعًا الملح بيخلّي البصل بسرعة ينزل. هنا حطيت نُص ملعقة من التوم، وعندي هنا ربع كيلو من اللحمة مفرومة هنحطها، وعندي ملعقة صغيرة مليانة من البهارات ال7. دول المكونات اللي هنحتاجها، ونعصجها كويس وبعدين نغطيها نخلّيها يعني تتشرب وتستوي. خلاص لمّا كل المكونات صارت جاهزة معانا، دحين هنطبّق في الفخاريات هادو. هنحط الباذنجان وبعدين نحط عليه البطاطس. ممكن نحط الكفتة هي الأولى، بس أنا عملت العكس. ممكن تعملوهم كده أو كده، ما فيش أي مشكلة. حطيت على الوش اللحمة. هو بصراحة يُفضّل إنكم تحطوا البطاطس اللي فوق عشان يعني ت ت ما تنشفش معانا، بس بصراحة هي ما نشفتش وضلت يعني حلوة كويسة يعني. وحطيت عليها الجبنة المشكّلة، وخلاص حطيتها في الفرن تقريبًا 10 دقايق في الفرن مسخّن وصارت جاهزة. شكلها رائع ولذيذة جدًا، مذاق مختلف. أتمنى إن شاء الله تجربوه أكيد، أكيد. الناس المحبين البتنجان والبطاطس كده هيعجبهم وشكله لذيذ جدًا. أنا قدّمتها مع شوية خضار مشكّلة، يعني مع مخلّي الخضار وشوية طماطم و جبنة فيتا. تاكلوها إن شاء الله بالصحة والراحة. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، في أمان الله.